السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الأوفياء لقناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم فهي علاج نهائي للسعال والبلغم وكذلك التبوريشة والبرد اللي كاين هاد الأيام. يعني هاد الوصفة راها فعالة ومجربة مضمونة، جربوها صدقوني راه ما غاديش تندموا. قبل ما ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. غادي ننطلقوا لطريقه التحضير ديال الوصفه. غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا البصل الاحمر، يعني ولا بدا انكم تخدموا البصل الاحمر له الاحمر عفوا، فراه الفوائد ديالو عديده جدا. راه مفيد جدا للسعال والكحه الجافه والبلغم والصدر والامراض ديال الصدر. جربوه وصدقوني راه ما غاديش تندموا، والنتائج ديالو غادي تشوفوهم من الاستعمال الاول. غادي ناخذ فقط نصف بصله، غادي نفرموها على هذا الشكل. راه علاج نهائي للبرد او الزكام، التبوريشه، الناس اللي فيهم السخانه. راه في هاد الايام كاين البرد بزاف والشتاء، يعني بزاف الناس تصابوا بهذا المرض. يعني جربوا هاد الوصفه راها مضمونه مجربه فعاله. وغادي نحتاجو ايضا للزعتر، غادي نضيفوه للبصل الاحمر، وغادي نضيفو ليه كذلك زيت الزيتون، تقريبا 3 المعالق ديال زيت الزيتون. فراه هاد المكونات كاملين طبيعيين وزوينين بزاف، سواء للصدر، للسعال، الكحه، التبوريشه. جربوه ما غاديش تندموا من الاستعمال الاول، غادي تبان معكم النتيجه ديال هاد الوصفه. وغادي نحتاجو كذلك ملعقه صغيره من الزنجبيل مطحون او لا طري اللي عندكم. يمكن لكم كذلك تخدموا ثوم مفروم، يعني غادي تشدوا الثومه تقطعوها. وكذلك قضيه الغرض، يعني ماشي بالضروره انكم تخدموا الزنجبيل او لا السكنجبير. غادي ناخذ واحد البول او واحد الكاسرونه، غادي نحاولوا اننا نغليو في هاد المكونات كاملين على نار مهيله لمده 3 دقائق. راه وصفه ناجحه مليون في المية، يعني صدقوني جربوها راه غادي تشوفوا النتائج ديالها من الاستعمال الاول. غادي تكبوا كلشي على نار مهيله حتى تشوفوا الخليط ديالكم بدا كيسخن، يعني ما توصلوش لحد الغليان، يعني بدا كيسخن وصافي. غادي تخدموا الوصفه ديالكم. بالنسبه لطريقه الاستخدام ديال هذه الوصفه، يعني غادي نخدموها الا غادي ننعسو. غادي ناخذوا هاد البصله نقطعوها اطرونش، او لا الثومه نقطعوها اطرونش ونزيدوا عليها الزعتر وزيت الزيتون ونحطوها على نار مهيله حتى تسخن معانا. وغادي نشربوا الزيت ديال هاد المفروم. ويمكن لكم تاكلوا حتى هاد البصله مشلضه، يعني اللي ما قادش ياكل البصله مشلضه على هاد الطريقه يمكن ليه فقط يكتفي بهاد الزيت اللي خرجنا من البصله والزيت اللي ضفنا وسخنات في هاد البصله النيت، يعني راه كافيه وقاضيه الغرض. غادي تشربوها الا غادي تنعسوا. يمكن لكم تخدموها 3 ايام، يعني 3 ايام وغادي تشوفوا النتائج الفوريه. يعني كاين اللي غادي تنفعهم من الاستخدام الاول، يعني اليوم الاول غادي تشوفوا فيها النتائج ديالها الفوريه. كنشكركم على التتبع ديالكم، ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني بلايك ديالكم وبارطاجيو الفيديو باش الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. شكرا بزاف.